البنات كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. كنعتذر بزاف على الغياب، شحال هادي ما نزلت لكم حتى شي فيديو في القناه بحكم هذوك الاحداث اللي كانوا واقعين بداك الوليد الله يرحمه سي ريان اللي توفى. صراحه كان املنا كله انه يبقى عايش، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ. هذيك الفاجعه صراحه ما كايناش شي دار مغربيه وما تاثرتش بديك الفاجعه. نطلبوا ربي في هذا النهار المبارك انه يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا رب. غادي نشارك معكم البنات فيديو جديد هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نشارك معكم طرطه بكلاصاج ميغوار احمر لامع. نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. ونبداو على بركه الله استدراج المقادير والمكونات مع بعض. ونبداو على بركه الله بتحضير الكلاصاج ميغوا. غادي نحتاجو لهنايا الشوكولاته بيضاء اي نوع عندكم، يمكن لكم ديروا الكالا ولا اي نوع ديال الشكلاط. عندي هنا 60 غرام ديال الماء اولا ربع كاس ديال الماء. عندي 120 غرام ديال السكر، يعني كاس ما عمرش كيف ما كتشوفوا معايا هنايا ديال السكر سنيده. عندي هنايا في الكاسرونه 120 غرام ديال الجليكوز، راه ديجا حطيته في الكاسرونه لان راكم عارفين دابا الحلجو بارد كيلصق. بالنسبه للجليكوز هو هذا. غادي نحتاجو كذلك لهنايا 3 الوراق ديال الجيلاتين حلال بقري كذلك. وغادي نحتاجو كذلك البنات الملون احمر. وغادي نحتاجو النكهه ديال الفريز اولا الفرomboise على حسب المتوفر عندكم. صراحه حتى الفريز زوينه بالنسبه لي انايا. عندي الفرomboise وعندي الفريز، غادي ندير منهم بزوج. غادي ناخذ هنايا زلافد من الصنبور يعني الماء عادي، غادي ندير فيه دوك الوريقات ديال الجيلاتين باش يذوبوا ليا. وعاد غادي نبدا باش نحضر الكلاصاج. علاش بديت به هو الاول باش يبرد وياخذ يعني الوقت الكافي ديالو. كيف ما كتعرفوا الكلاصاج باش يكون ناجح معكم خصين يكون ميغوار يعني هكا كيبري. خص ياخذ الوقت ديالو، ما تزربوش عليه باش يجيكم يعني الطياب ديالو زوين. اول حاجه غادي نضيف داك 120 غرام ديال السكر اولا كاس الا ربع ديال السكر فوق من الكليكوز، وغنضيف عليه داك ربع كاس ديال الماء. وغادي نخليهم حتى ينسجم لينا داك السكر مع الماء ويذوب لينا داك الكليكوز على عافيه متوسطه مع التحريك المستمر. كيف ما كتشوفوا معايا البنات ما تزولوش يديكم عليه من فوق البوطه حتى تشوفوا دوك الكريات اللي كيكونوا في الجنب بدا يجيب الغليه، وغادي تطفيو عليه ما تخليوش يطيب بزاف، غير يجيب الغليه كيف ما كتشوفوا معايا دابا البنات في الفيديو. وديك الساعه تطفيو له العافيه مباشره. ومن بعد غادي نضيفوا له هذا الشكلاط. بالنسبه للشكلاط كيف ما سبق لي وذكرت يمكن لكم ديروا النوعيه الجيده او لا اي نوع متوفر عندكم. بالنسبه لي انا درت هذا ديال النوعيه جيده. يمكن لكم تخدموا بكالا او لا باي شوكولاته بيضاء يعني مربعات اللي متوفر عندكم. صافي غادي نستمر البنات بهذه الطريقه، ما نحبسش تحرك نهائيا لان خاص داك الشكلاط يذوب لينا بالحراره ديال هذاك الكليكوز اللي ذوبنا مع السكر والماء. غنضيف له كذلك الكريمه. بالنسبه للكريمه البنات عندي هنايا كاس كيف ما كتشوفوا يعني 120 ملل تقريبا. المهم كاس ديال العنبه، يستحسن تكون دافيه شويه باش ما تبردش لكم الخليط باش يذوب لكم الشكلاط مع باقي المكونات. يمكن لكم تستعملوا في هذه الاثناء هذه ديروا الميكسور ويطحن لكم كل شيء. بالنسبه لي انايا ما ضربتش الميكسور لان دغيا خدمتها بقى سخونه. هنا في هذه الاثناء كنزول هذاك الجيلاتين من الماء ونعصروها مزيان وكنضيفها على باقي المكونات ونبقاو نستمروا في التحريك مزيان البنات بسرعه باش هكا يذوب لنا ديك الجيلاتين مع باقي المكونات. كيف ما سبق لي وذكرت الا تغلبتوا ديروا الميكسور، راه الميكسور غادي ينفعكم بزاف. بالنسبه ليا واخا كتشوفوا هنايا حبيبات شويه ديال الشكلاط يعني ما يهمكمش لان باقي غادي نصفيوه. صافي في هاد الاثناء غادي نضيف شويه ديال هذا ديال النكهه ديال الفرomboise. يمكن لكم تضيفوا الفرomboise اولا الفريز. بالنسبه لي درت هنا الفرomboise ودرت الملون احمر. صافي غادي نستمر في هاد الاثناء البنات بنفس الطريقه نحرك المكونات كامله مع بعضها حتى نحصل على اللون اللي بغيت. وضروري البنات ما تصفيو لان ملي كتصفيو الكلاصاج ديالكم يعني الا بقات شي حبيبات هكا ما دابتش ديال الشكلاط اولا ديال الجيلاتين كتبقى يعني محبوسه في هذيك الصفايه. ملي كتصفيو ضروري من تصفيو الكلاصاج ديالكم. صافي غادي نستمر في هذا الاثناء حتى نحرك الكلاصاج ديالي كامل وغادي نصفيه. ومن بعد غادي نغطيه بالسلوفان يعني الواجه ديالو باش ما تكونش ليا شي قشره من الفوق.
وغادي نديرو في الثلاجه ونخليه يرتاح تماما حتى الوقت اللي غادي نحتاجو باش نخدم به. بعد ما حضرت الكلاصاج البنات جيت هنايا باش نوريكم الجينواز اللي حضرت. بالنسبه للجينواز راني حضرتها صراحه بليله قبل، غير انايا ما شاركتهاش معكم في هذا الفيديو باش ما يجيكمش طويل. غادي نشارك معكم فيديو مفصل ان شاء الله بطريقه تحضير الجينواز، يعني باش تحضروا بها اللاير كيك او لا اي طرطه بغيتو. المهم كيكون هذا هو السمك ديالها. بالنسبه ليا راه هنا في هذا الضحيه يلاه حيدت لها البابي وغادي نحيد لها ثاني حتى السلوفان لانني كنت ديجا دايرها في السلوفان وخليتها بات ليله كامله كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكيكه ديالكم او الجينواز ديالكم الا بغيتو تخدموا شي طرطه سواء كلاصي سواء طرطه عاديه، يستحسن انكم تصاوبوا الجينواز بليله قبل وتخليوها في الثلاجه، ديروا لها السلوفان وتخليوها في الثلاجه حتى الغد ليه عاد تقطعوها. ما تقطعوهاش مباشره لان الا قطعتوها مباشره غادي تفتت لكم وما غاديش تعطيكم يعني السمك او الطول كيف تخدموها كيف بغيتو. بالنسبه للتقطيع ديالها الا ما متوفرش عندكم هذاك المنشار باش كيقطعوا او هذيك الاله اللي كيقطعوا بها الاطراف ديال الجينواز متساويه، غتجيبوا سكين حاد الاطراف وغادي تقطعوا الجوانب غير بشويه غير تراسيو كيف ما كنقولوا، يعني ما تدخلوش للموس كامل غير تراسيو. وغتجيبوا واحد الخيط يكون شويه غليظ وغتحاولوا تقطعوا به الكيك ديالكم من الوسط هكا باش تجيكم طبقه مقطعه مزيانه وكل سمك غيجيكم بوحديتو، يعني غيجيكم الكيك ديالكم او الاطراف ديال الكيك ديالكم مقاده كل وحده بوحديتها نفس السمك ونفس العلو. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه البنات حتى نكمل الطرطه ديالي اولا الجينواز ديالي نقطعها الى 3 ديال الطبقات ونتلاقاو من بعد. كيف ما كتشوفوا معايا البنات بالنسبه للجينواز ديالي هي قطعتها قطع هكا كيف ما كتشوفوا راها متساويه بهذه الطريقه ديال الخيط وديال الموس، انكم غير كطراسيو من الجناب وتقطعوا وتكملوا بالخيط بحال قطعتوها. يعني بهذيك اللعيبه اللي كيقطعوا بها الجينواز كتجي الاطراف ديالها متساويه وما تخافوش على الجينواز راها كتبقى رطبه وما غاديش تكسر معكم. وندوزو باش نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه البنات هنايا انا كنستعمل هولالا، يمكن لكم تستعملوا عفوا اي نوع ديال الكريمه. بالنسبه لي هنايا انا ما عبرتش لان اصلا الكريطينه ما كانش عندي فيها بزاف غير شويه، يعني بحال قلتوا القياس اللي غادي نخدم به بما لان هاد الكريطينه هذه ديال الكريمه كيكون فيها لتر ديال الكريمه. كيف ما سبق لي ذكرت ديجا استعملت منه بقى ليا شويه هو باش غادي نخدم دابا كاضافات على هاد الكريمه اولا باش غنكه. غادي نكه بهنايا بياغورت ديال الفريز اولا فواكه حمراء. هنايا عندي النكهه ديال الفرomboise وعندي النكهه ديال الفريز. بالنسبه لكم يمكن لكم ديروا اي وحده متوفره عندكم. بالنسبه لي انا غنمزج بيناتهم بزوج لان الفريز ما بقاش ليا فيه بزاف. صافي هنا غادي نطرب الكريمه ديالي مزيان حتى نحصل على كريمه متجانسه وعاد غادي نضيف باقي الاضافات. بالنسبه للاضافات كيف ما سبق لي وذكرت هو الياغورت والفرomboise اولا النكهه ديال الفرomboise اولا ديال الفريز. بالنسبه للكريمه البنات حاولوا ما تضربوهاش بزاف، يعني قبل ما تضيفوا هاد الاضافات يمكن لكم ديروا الكولي ديال الفريز راه ديجا حضرته معكم في القناه. دابا نخلي لكم الطريقه ديالو في صندوق الوصف ديال الطرطه اللي كنت ديجا حضرت. يعني في هذا الفيديو هذا حاولت انني نخدم لكم بطريقه اولا باشياء اللي هما بساط بزاف، ما بغيتش نكثر عليكم يعني المكونات. داكشي علاش رصايت انني نخدم لكم بشي حاجه اللي هي بسيطه متوفره في اي بيت. صافي غادي نفرغ هذوك جوج حكاك ديال الياغورت بالنكهه ديال الفريز اولا بفواكه حمراء. غادي نضيف كيف ما قلت لكم باقي المكونات اللي هي الفرomboise والنكهه ديال الفريز وغادي نمزج كل المكونات مع بعضها حتى نحصل على كريمه متجانسه. وديك الساعات ندوزو باش نمونطيو الكيك ديالنا. بالنسبه للكريمه ديالي ها هي البنات واجده، ما عرفتش كيبان لكم داك اللوين هكا غوز في الكريمه او لا. المهم غادي ندوزو باش نمونطيو الكيك ديالنا. صراحه ما عرفتش فاش غادي نمونطي، واش في هذا السيركل هذا او لا في المول نيت ديال الكيك ديزاين. بالنسبه باش غنسقي الطرطه غادي نسقيها هنا بالسيرو كيف ما كتشوفوا باقي سخون. درت غير هنايا كاسه السكر وكاسه الماء وفانيا وقشور حامضه اولا ليمونه اللي متوفر كتخليوه حتى كيقل الكميه ديال الماء اللي درتو
وكتسقيو به. صراحه هنايا غلفت المول ديالي بالسلوفان وقلت غادي نبدا نمونطي فيه الكيك كيف ما كتشوفوا، ولكن في الاخير عاودت قلبت السيركل لان ما جاتنيش صراحه الخدمه في المول زوينه. ما عرفتش مول الفنات تواسع جاني المول ضيق وانا كنخدم ما لقيتش راحتي، وليت قلبت صراحه في السيركل الاخر. واخا هنايا راني ديجا سقيت الكيك ديالي بالسيرو اللي ديجا حضرت، وبديت صراحه هنايا درت الطبقه الاولى ديال الكريمه، ومن بعد ما عجبتنيش فيه الخدمه الصراحه، جاتني ما يدي ما مرتاحاش وانا كنمونطي الكيك ديالي، وليت قلبتها في السيركل الاخر. ما عرفتش واش نتوما هذا عندكم هذه الفكره هذه كيعجبكم تخدموا نتوما مرتاحين، ولا غير انا اللي جاب لي جاب لي الله كنخدم في هذا المول جاني الضيق فيه ما نكذبش. صافي وليت قلبت صراحه السيركل كيف ما كتشوفوا هكا بعدا تواسع، انت كتخدمي ويديك مرتاحه ما كتبقاش يعني مزيره بشي حاجه اخرى. كثرت عليكم. المهم نعود بغيف. هنايا درت شويه ديال الشكلاط قطعته قطع صغيره بالنسبه كطبقه مقرمشه. صراحه ما كفانيش الوقت باش ندير لكم الطبقه المقرمشه، وديجا حضرتها بزاف في الفيديوهات. هنا كيف ما قلت لكم قررت اني نخدم معكم بشي حاجه اللي هي بسيطه بزاف، قررت اني نخدمها معكم. المهم انا هنا كنمونطي لكم هذا الفيديو بنتي حدايا، المهم راها اعطيها الكحه. نسال الله الشفاء للجميع، الله يشافينا ويشافي جميع الوليدات يا رب. المهم غادي ندير هنايا طبقه ديال الكيك او الطبقه الثانيه ديال الكيك، غادي نحاول نسقيها تاني بنفس الطريقه بنفس السيرو اللي حضرت معكم كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ندير كذلك طبقه ثانيه ديال الكريمه، وغادي ندير فوق منها الشكلاط، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الطبقه الاخيره وانتم معايا. بالنسبه للطرطه ديالي البنات، بعد ما اطليت لها الوجه ديالها بالكريمه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نغطي لها الوجه ديالها بالسلوفان وغادي ندخلها للمجمد على الاقل 6 ساعات او لا ليله كامله حتى تاخذ الوقت ديالها الكافي. وندوزو باش نوريكم الكلاصاج ميغوار اللي حضرت معكم. كيف ما كتشوفوا معايا راه جامد، خدا الوقت الكافي ديالو. منين نبغيو نخدموه غادي نسخنوه في الباماغي وغادي نكلاصيو به الطرطه ديالنا بطريقه اللي هي سهله جدا. حاجه وحده البنات، نصيحه الناس اللي كيخدموا لي كوموند يستحسن الكلاصاج اولا غاناج مونطي اولا الجينواز يصاوبوهم بليله قبل باش هكا ما يتضعقوش في الوقت. شوفوا معايا البنات، زولت لها السلوفان دابا من الفوق، وغادي نحاول نجيب الكلاصاج بعد ما درتو في الباباغي حتى داب ليا عاود تطلق راسو مزيان. بالنسبه للكلاصاج البنات حاولوا ديروا الاسبوع ديالكم في الكلاصاج تتحمل الاسبوع ديالكم ما يتحملش ديك الحراره بزاف، غير يدفى وكلاصيو به الطرطه، حيت الا كلاصيتو به هو سخون غادي يذوب لكم الكريمه وغادي تخسر معكم الطرطه. صافي بعد ما كلاصيت الطرطه ديالي كيف ما كتشوفوا غادي نحاول انني نضرب الطرطه شويه مع على سطح العمل باش يتوزع لي داك الكلاصاج في الجوانب، وغادي نزينها تزيين خفيف بسيط يعني بشويه ديال الشوكولاته بيضاء من الجنب ومن بالفراوله. المهم التزيين كيبقى اختياري على حسب كل واحد والرغبه ديالو. صافي غنستمر بهذه الطريقه البنات تنزين الطرطه ديالي ونتلاقاو مع الشكل النهائي. انتينا على نهايه لا فيديو حبوباتي، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطرطه اللي حضرت معكم اليوم بكلاصاج ميروار احمر لامع كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للتزيين زينتها بخطوط ديال الشكلاط بيضاء من الجنب ودرت لها لي بيرل هكا تهما في الابيض ونقيطات صغيورين هكا حبيبات ديال العقيق اولا لي بيرل رقاق بفلكري كيف ما كتشوفوا معايا. الطرطه راه كلاصاج يعني لامع كيف ما كتشوفوا، زين بشويه ديال الفراوله من الفوق، تزيين بسيط خفيف ظريف، ما بغيتش نشارجيها بزاف. المهم نتمنى لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.
We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the